السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما نبدا لا فيديو ديال اليوم كنبغي نرحب بكاع المشتركات جداد اللي اشتركوا معايا في القناه، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، نورتوني ونورتوا القناه وفرحتوني بصراحه. وكنبغي نوجه شكر كبير بزاف بزاف للاخت اكرام بيلانوفا، هي السبب باش عرفتوني. شكرا إكرام على الدعم، لهلا يخطيك. صراحة إكرام قلبها بيض، ما كاينش بحالها، ما فيهاش السم، ما فيهاش الغيرة ولا الحقد. كيف كتبغي الخير لراسها فكتبغيه لبنات بلادها. إكرام شكرا بزاف، ما عنديش كلمات اللي غادي نعبر لك بهم على الشكر ديالي والامتنان. لهلا يخطيك والله يعطيك باش تعطي يا رب وتعاوني الناس كتر وكتر. المهم في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم بسطيله بنكهه السمك بلا سمك، ما فيهاش الحوت. مكونات ديالها بسيطه وشي حاجه اللي سهله. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير. اول حاجه عندي هنايا جوج ديال الحبات ديال البصله موسطين ومشلضين الى قطع صغار. ايضا عندي هنايا تقريبا كيلوغرام ديال الدجاج، كيبقى كميه الدجاج على حسب عدد افراد الاسره، وانتم البسطيله قداش بغيتوها تجيكم، واش كبيره ولا صغيره. انا غادي ندير بسطيله متوسطه الحجم، لذلك ما درتش الدجاجه كامله، انا الدجاجه كبيره، استعملت فقط هاد الكميه هذه تقريبا كيلوغرام ديال الدجاج. ايضا عندي عصير نصف حامضه كما كتشوفوا، وعندي معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم اولا معجون الطماطم، نستعملوا اللي متوفر عندنا. عندي هنايا زيت الزيتون وزيت المائده بجوج بيهم، وايضا عندي زيتون اخضر بلا علفه. ايضا عندي معلقه كبيره ديال صلصه الصوجه، وعندي شامبينيون معلب، علبه ديال الشامبينيون المعلب. عندي هنايا شعريه صينيه وجوج ديال الفصوصات ديال الثومه، انا قطعتهم هنايا شويه كبار. وعندي ورقه سيدنا موسى او ورقه الغار. ايضا عندي الربيع قزبر ومعدنوس مقطعين، كميه لا باس بها. وعندي ورقه البسطيله، انا شريت هذه ديال الجزار. هنايا عندي التوابل، كاين ملحه، كاين ابزار، سكينجبير، كركم اولا خرقوم، كاين تحميره او بابريكا، وكاين ملون اصطناعي، كاين كمون، وايضا كاين السودانيه اولا الشطه. وعندي بيضه كامله غادي ندهن بها الوجه ديال البسطيله ملي نبغي ندخلها للفرن. هادو هما المكونات، مكونات بسيطه ماشي معقده بزاف. اول حاجه غادي نديرها غادي نكحز هاد التوابل للجنب، من بعد عاد غادي نحتاجهم. وغادي ناخذ واحد الاناء، غادي نبداو على بركه الله، بسم الله. غادي ناخذ زيت الزيتون، القليل من زيت الزيتون، وايضا القليل من زيت المائده، ونضيف هذيك الكميه ديال الربيع كامله. غادي ندير داك القزبر والمعدنوس نضيفهم على داك الزيت، وايضا غادي نضيف هذوك جوج فصوصات ديال الثومه، ونحتفظ بهذيك الورقه ديال سيدنا موسى حتى من بعد ملي نبغي ندير الدجاج يطيب عاد غادي نستعملها. نضيف ملعقه كبيره ديال صلصه الصوجه، وايضا غادي نضيف التوابل. غادي نجيب واحد المعلقه صغيره وغادي ناخذ الملحه، وغادي ندير نصف ملعقه صغيره ديال الملحه. ما نكثروش الملحه بزاف، نردوا البال، صلصه الصوجه راها مالحه، من بعد نصحوا الذوق، الا احتاجينا الملحه غادي نزيدوا مازال. هنا غادي ندير تقريبا ملعقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، وايضا نصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم اولا الكركم، وغادي ندير القليل فقط من الملون الاصطناعي الغذائي، ما نكثروش منه بزاف. ايضا غادي ندير ربع ملعقه صغيره ديال الابزار، وملعقه صغيره مملوءه ديال الكمون، ونصف ملعقه صغيره ديال السكينجبير. وغادي نعصر هذاك النصف ديال الحامضه فوق هاد الشرموله، غادي نعصرو غير هكا بيدي، ما يحتاجش نستعمل عصاره. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال صلصه الطماطم اولا معجون الطماطم اللي متوفر عندكم استعملوه. هذه هي الشرموله ديالنا، غادي نخلطها مزيان. دابا الشرموله ديالي واجده باش غادي نشرمل بها الدجاج. غادي ناخذ واحد الطبسيل صغير وغادي نقص شويه ديال الشرموله. غادي نحاول ما نهزش دوك القطع ديال الثومه، انا قطعتهم كبار، قصدت نقطعهم كبار باش ما يتخلطوليش في الشرموله، باش نهز غير القزبر والمعدنوس. غادي نعزل هذيك الثومه، ومن بعد ناخذ واحد الكميه باش غادي نشرمل الشعريه، من بعد ما غادي نرطبها في الماء باش تجيني ديك الشعريه بنينه وما تجيش باسله. ودابا غادي ناخذ هذوك القطع ديال الدجاج غادي نديرهم في الشرموله، وغادي نشرملهم مزيان، ندخل فيهم الشرموله. هنا انا استعملت يدي، غادي يكون احسن باش غادي نقدر نشرمل مزيان هذاك الدجاج وندخل فيه الشرموله مزيان. غادي نخليه يترقد تقريبا 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، ومن بعد غادي ندوز نديرو يطيب. في هذا المقطع كنعتذر منكم بزاف، للاسف هذا المقطع بالضبط ما تصور ليش،
بعد ما ترقد الدجاج دازت هذيك المده، فانا خديت واحد شويه من هذيك البصله ودرت هذوك القطع ديال الدجاج، وايضا ضفت عليهم القليل من زيت الزيتون وزيت المائده، درتهم هنا في هذه الطنجره، خليتهم تقلاو واحد شويه وضفت عليهم واحد 2 كيسان ديال الماء فقط، ما نكثروش الماء بزاف، وضفت معاهم هذيك الورقه ديال سيدنا موسى. هنا المقطع انا صوركم كامل، ولكن للاسف ملي جيت ندير المونتاج قلبت على المقطع ما لقيتوش، كنعتذر منكم مره اخرى ان المقطع ما جاش باين. بالنسبه لي انايا الدجاج هنا دغيا كيطيب، استعملت فقط طنجره عاديه. الا كنتو في المغرب الدجاج كيدي شويه الوقت في الطياب، استعملوا طنجره الضغط او الكوكوط. هنا غادي ندوز باش غادي نقطع معكم هذاك الزيتون وهذاك الفطر اولا هذاك الشامبينيون، غادي نصفيهم من الماء ونقطع الزيتون الى دوائر، وايضا هذاك الشامبينيون غادي نقطعو الى قطع، بطبيعه الحال غير القطع الكبار اللي صغار غادي نخليهم هكاك. من بعد ما قطعتهم انا درتهم في هذاك الاناء، وهنايا الشعريه رطبتها في الماء مزيان حتى ارتبط، وغادي نقطعها حتى هي الى قطع، وغادي نضيفها لباقي المكونات اللي كانت عندي من قبل، وغادي نضيف عليهم هذيك الشرموله اللي سبق لي ونقصتها معكم في الاول. نتوما شفتوا معايا هذاك المقطع. هنا غادي ناخذ القليل من السودانيه اولا الشطه، استعملوا اللي متوفر عندكم، وغادي نضيفو كيبقى على حسب الرغبه، بغيتوه ديروه ما بغيتوش استغناو عليه. انا شخصيا كتعجبني هاد البسطيله تجي حاره. غادي نخلط العناصر كامله مع بعضياتها ونخلي هذيك الشعريه تشرب مزيان هذيك الشرموله. هنا غادي نشوف الدجاج ديالي واش طاب، انا قلبته لقيت الدجاج صافي طايب واجد هو هذاك. غادي نحيدو، غادي نحطوه هنا في هاد الشبكه اولا في هاد الصفايه، ومن بعد غادي نحيد هذيك الورقه ديال سيدنا موسى، صافي ما غاديش نحتاجوها غادي نرميها. غادي نضيف هذيك الكميه ديال البصله اللي كنت خليت من قبل، وغادي نذوق الملحه ونصحح الذوق واش محتاجه الملحه ولا لا. نحرك مزيان هذيك البصله باش تنزل في المرقه ولا تغطيها المرقه كامله، وغادي نسد عليها ونقص النار ونخليها طيب على نار مهيله حتى تهبط هذيك البصله وطيب مزيان وتنزل كامله. عاد غادي نصفيها كما درت للدجاج. هنايا الدجاج من بعد ما يبرد غادي نقطعو الى قطع تقريبا في هذا الحجم، انا غادي نقطعو بالموس باش يجيوني القطع هما هادوك. من بعد ما برد مزيان هذاك الدجاج فانا قطعته الى قطع كما كتشوفوا معايا بحال هكا، انا خليته برد مزيان وقطعته بالموس قطع صغيره. من بعد هذيك البصله ما طابت وهبطت مزيان، فانا درتها في صفايه تصفات، نزلت منها المرقه كامله وخلطتها هنايا مع باقي الحشو. دابا غادي ندوزو باش غادي نعمرو البسطيله، غادي نشوفوا الطريقه كيف دايره. عندي هنايا واحد اللاطه، هاد اللاطه كتفتح من التحت، فاش كتدفعيها من التحت كتجي طالعه، كتعجبني وكتساعدني خصوصا البسطيله، فكيسهل عليا باش نحيدها بسهوله ما كتجيش صعيبه. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت او القليل من الزيت، وغادي ندهن هذاك المول مزيان باش ما تلصقش فيه الورقه، وايضا غادي نحل هذيك العلبه ديال الورقه ديال البسطيله، وغادي نفكهم ورقه بورقه، وكل ورقه غادي ندهنها بالزيت من جوج ديال الجوانب. من بعد ما دهنت الكميه اللي عندي ديال الورقه كامله، انا غادي ناخذ اول ورقه غادي نديرها في القاعده ديال المول اولا ديال اللاطه لتحت، ندهن الجوانب بالقليل من الدقيق مخلط مع الماء، وندير 4 ديال القطع وحده حدا وحده لاصقين شويه مع بعضهم، ونضيف 2 ديال القطع ديال الورقه من فوقهم، ومن بعد غادي نضيف الحشو في الوسط، وغادي نحاول نجمع الجوانب. غادي نضيف القليل من الدقيق من فوق، وندير واحد الورقه باش نبدا نلمطها اولا نبدا نجمعها. هنا عندي الورقه ديال القزار اولا هاد الورقه هذه، فما كتساعدش بزاف في الخدمه، ماشي بحال الورقه ديال الفيلو. انا غالبا في البسطيله وفي البريوات كنفضل الورقه ديال الفيلو، وهي باش كنخدم هذه كانت عندي فاضطريت نخدم بها. من بعد ما لمطت البسطيله ديالي كامله مزيان وجمعتها، انا خديت ديك البيضه الكامله خلطتها مع القليل من صلصه الصوجه، اولا ديروا واحد النقيطه ديال الخل غير باش يحيد لنا الزفوره ديال البيض، ودهنت هذيك البسطيله كامله من الفوق. بقات لي واحد الحبه ديال الورقه وحده، فانا غادي نحيد لها الجوانب بجوج بهم، الجانب الفوقاني والجانب التحتاني، وغادي نطويها بالشكل اللي كنديروه ملي كنبغيو نعدلوا واحد المروحه. غادي نطويها طويه بطويه معكوسين مع بعضهم، وغادي نزين بها من الفوق. كيبقى تزيين اختياري، بغيتو ديروا هكا ديروا، ما بغيتوش ديروه فملي تخرجوا البسطيله ملي تحمر البسطيله خرجوها، ديروا عليها واحد الكميه ديال الجبن الاحمر من الفوق ورجعوها للفران.
وممكن ايضا نزينوا بقطع ديال الحامض وحبات ديال الكروفيت الا كانوا متوفرين في المنزل. طبعا الا ما كانوش غادي نستعملوا فقط داكشي اللي متوفر عندنا. نحاولوا نبسطوا الوصفه دائما. انايا هنايا دهنت هذيك الورقه حتى هي بداك الخليط ديال البيض بطبيعه الحال باش حتى هي تحمر. نتوما عارفين ان هاد الورقه ديال القابسه ما كتحمرش مزيان، ماشي بحال الورقه ديال العبار او ورقه الفيلو. هادوك ممكن فقط ندهنوهم بالزيت والزبده او الزيت. ممكن نستغناو تماما على البيض الا ما بغيناش نديروه. هنايا من بعد ما دهنت الورقه مزيان بالبيض غادي ندخلها الفرن درجه حراره 180 درجه، فرن شاعل من الفوق ومن التحت حتى تحمر مزيان. ومن بعد غادي نخرجها ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله اللي حضرناها اليوم مع بعض. كتجي لذيذه بزاف، المذاق ديالها كيجي زوين. كتجيب مذاق ديال البسطيله ديال السمك واخا هي ما فيهاش السمك، المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. جربوها ونتمنى تعجبكم. وصلنا لاخر الفيديو ديال اليوم. مره اخرى كنبغي نرحب بجميع المشتركين اللي اشتركوا معايا جداد وحتى بالمشتركين القدام اللي كانوا معايا. كنبغي نقول لكم القناه قناتكم، بكم كبرت وبكم ان شاء الله غادي تزيد تكبر. ما تنساونيش بالبارطاج بطبيعه الحال. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم، بالنسبه للناس اللي اول مره كتشوفني ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد.